السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي الحلوين، يسعد كل أوقاتكم. اليوم بدي أعملكم طريقة الكعك بس بالطحين فقط. شايفين كيف منظره، كيف بهي ليل. تابعوا الطريقة ما شاء الله تبارك الرحمن. أنا السنة هذه عملته بسميد بحت، بسميد عندي بالطحين، عند بنتي التانية بسميد بحت، والتانية بدها طحين بحت، كل واحدة بدها شكل. اللهم صل وسلم وبارك عليكم يا حبيبي يا رسول الله. حبايب قلبي كيفكم؟ ان شاء الله كلكم بخير، ان شاء الله بيجي العيد عليكم وانتم مهديين البال. حبايب قلبي زي ما شايفين منظر الكعك ولا المعمول، زي ما انتم شايفين بطحين فقط، عملته بطحين فقط. زي ما انتم شايفين انا عندي طحين، انا عامله اليوم 3 كيلو، لكن بدي اعطيكم المعيار بالضبط. كل كيلو في الكوب المعياري زي ما انتم شايفينه بيطلع 7 اكواب، 7 اكواب بالكوب المعياري. الكيلو الطحين 7 اكواب. في عندي سمنه زي ما انتم شايفين، عندي علبتين سمنه. انا عندي 3 كيلو، بس انا بدي اعطيكم مقدار بس الكيلو اللي هما. بدك تحطي فانيلا بتحطي، بدك تحطي محلب بتحطي، زي ما المنكهه اللي انت بدك اياها حبيبه قلبي تحطيها. زي ما انتم شايفينه ما شاء الله تبارك الرحمن. حطيت 4 معالق حليب، او بتحطي معلقتين حليب بودره اللي هو نيدو اللي بدك اياه، اي المهم حليب بودره. بنحط كمان طرف المعلقة ملح، عزز الطعم والنكهة. حبايب قلبي بدي اخلط كل المنكهات. بيكنج باودر لسه ما حطيت. بدي احط كيلو الطحين معلقة ونص بس بيكنج باودر، ما يعادل كيس ونص، بس كيس ونص. زي ما قلت لكم المقادير هذه اعتمدوها بالضبط زي ما قلت لكم، اللي هو كيلو طحين بعدل 7 اكواب معيارية، ومعلقة ونص كبيرة بيكنج باودر، طرف المعلقة ملح، قلت لكم حليب معلقتين بودرة. خلينا هالقيت. انا عاملة 3 كيلو، متاخدوش على العيار انا 3 كيلو يعني هحط اكتر. انا عاملة 3 كيلو، هو بس على الكيلو معلقة ونص بيكنج باودر زي ما قلت لكم، معلقتين بودرة فانيلا اللي بدك اياه. بدنا نجيبها اللي زي ما انتم شايفين انا دوبت السمنة. زي ما تشوف سمنة، السمنة بدها الكيلو الطحين بده 500 جرام سمنة، يعني نص كيلو. كيلو طحين بده نص كيلو سمنة. زي ما شايفين سيحت خليتها تقدح، وحطيت لها السمسم معها. قدح اخر اشي معاها السمسم. قدحت نص الكيلو، قدحت نصه مش كله. تاني بدها لقيتها زي ما شايفين، جبت التاني الباقي السمنة حطيتها في الطاوة نفسه اللي قدحت فيه عشان هو سخن فساح، فحطيت زي ما بدك تقدحيه كله تقدحيه. انا قدحت نص السمنة، اللي هي السمنة الكيلو بتاخد نص كيلو سمنة. نص كيلو سمنة، كيلو طحين بده نص كيلو سمنة اللي هو 500 جرام. حطيت نصه، انا سيحت نصه، عملت نصه قدحته، وحطيت له معلقتين السمسم بالاخر. ورحت بعد ما حطيت اخذت باقي السمنه وحطيتها في نفس الوعاء اللي انا قدحت فيه السمنه، وخليتها تسيح ودرته. هنا انا مخمره خميره، معلقه صغيره خميره على ربع كوب. انا زي ما شايفين انا 3 كيلو، ربع كوب. هان انا حطيت محلب. تحطي كلفة الكعك وتحطي اللي انت النكهه اللي بدك اياه، وبدك تبسيه كويس، بدك تبسيه كويس. بس هو كان سخن فبنتي شويه عمل منها. المهم هي بدها تبسه كويس. قلت لكم كيلو طحين حطيت عليه نص كيلو سمنه، نصه قدحته ونصه بس سيحته في نفس الوعاء اللي انا قدحت فيه. حبايب قلبي زي ما قلت لكم بجيب لقيت في الكوب المعياري ربع الكوب ميه، عليها معلقتين سكر، معلقه صغيره خميره، معلقه صغيره مليانه خميره، معلقتين سكر بحطهم. انا عملت زي ما شايفين كوب الا ربع لل3 كيلو. بضلني اختبر العجينه اللي لقيتها معايا بتشقق، لسه بدي ازيد لها سمنه. هي ما شاء الله معي ما شاء الله طلعت بتجنن. طلع المعمول بيجنن ما شاء الله، لذيذ لذيذ بهيل هيل معاكي ما شاء الله، طعمه لذيذ جدا. لما تقدحي السمنه بطول معاكي فتره طويله، الكعك ما بخرب. حبيبه قلبي هلقيت انا زي ما شايفين بسيته كويس، بس في ايديا بسيته شايفينه. لقيت انا ايش بدي اجيب الميه والخميره
والسكر، وبدي ألم العجينة لم. ما تهتمي لما تلاقيها ناشفة، بس هي بتاخد معاكي ربع كوب، في الكوب المعياري ربع كوب بس مية، بمعلقة خميرة ومعلقتين سكر. حبيبة قلبي زي ما شايفين بدي ألم العجين لم، ما بدي أعجن في ايد واحدة بطراف أصابيعي، بفتح الأصابع وبصير أعجن فيهم زي ما شايفين. طلعت بتجنن معايا الوصفة كتير كتير، صدقوني طلعت ألذ من السميد بحت ومن سميد وبطحين ما شاء الله. أنا عملت عندي زي ما شفتوا بسميد وطحين، عند بنتي التانية ما رضيت إلا بسميد بحت، والتالتة بدها دارية بتعمله بطحين، فعملت عندي التلاتة وما شاء الله طلع عندهم ما شاء الله. صدقوني هذه الوصفة من أيام أمي الله يرحمها، كانت نفس الإشي تعملنا، تقول لي كيلو طحين يا ماما بدها نص كيلو سمنة. الطحين عشان لحاله بده سمنة كتير. زي ما شايفين بلوم شايفين العجنة مبينة ما شاء الله. بختبرها، لقيت بدي اختبرها، شفتي ما شقحت معايا، لقيتيها شققت معاكي بتكون بدها سمنة، ما شققت معي ما شاء الله تبارك الرحمن ما شاء الله. حبايب قلبي كيفكم؟ عساكم كلكم بخير ان شاء الله بصحة سلامة يا رب، يجي العيد عليكم انتم مهديين البال. الله يرحمك يا زوجي رحمة واسعة تعجب لها ملائكة السماء والأرض. الله يرحمك يا والدتي ويا والدي، رحمة واسعة تعجب لها ملائكة السماء والأرض. الله يرحم جميع المسلمين يا الله. أنا السنة عملت بكايك الروح زوجي يجعله رحمة ونور على الروح وعلى الروح والدتي وعلى الروح المسلمين أجمعين، وربنا زاد فيه البركة ما شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. زي ما شايفين ما شاء الله تبارك الرحمن. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. أنا طولت عشان تشوفوا كيف أنا بعمل وأنا بعجن فيها، عشان يخش لها كل إشي، تخش لها السمنة وتخش لها الخميرة وكل إشي. لقيت حشتغل فيه على طول، مش حسيبه حشتغل على طول فيه ما شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. حبايب قلبي غطيته شوية بعدين رجعت له زي ما شايفينه. قلت بدي أظبط، بدي أقطع. قبل كده نزلت لكم أنا كيف بقطع وكيف بعمل، بس يلا زي ما بدك بالسكينة بإيدك، يعني هون عليك كل إشي، أي إشي بيمشي معاكي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. حبايبي لا تنسوا اللايك الاشتراك في القناة ودعمونا حبايب قلبي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. 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 زي ما شايفين أي قالب أنت عندك بتشتغلي فيه وكله بيمشي معاك وما شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. أنا هذا الكيك عملته عند بنتي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. 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 حبايب قلبي هذا حتى لو ما انت ما حشيتهوش بمشي معاكي، بكون زي البسكوت بجنن طعمه. حتى لو حطيتي له حلقوم، حطيتي له فستق، اللي بدك اياه بتحطيه، اي حشوه بدك اياها بتحطيها. والمنكهات زي ما قلت لكم بدكم تحطوا كلفة الكعك. هي عبارة عن ايش كلفة الكعك؟ عن ينسون، شومر اللي هي المحلب، لو في البيت انت بدك تجيبيه كله حب وتطحنيه، هاي كلفة الكعك. حتى اضمن لك بتعرفي ايش انت بتحطي. انا بجيبه كله حب وبطحنه في الدار كله ما شاء الله. حتى المحلب ما بحب الا اطحنه في البيت زي ما شايفينه ما شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. شايفة انا حبيت
أعملكم حبة عشان تشوفوه. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. حبايب قلبي لا تنسوا اللايك الاشتراك في القناة وادعمونا، وكل عام وانتم بألف خير. ينعاد عليكم باليمن والبركات يا الله. يجعل العيد يجيكم وانتم مهديين البال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.